السلام عليكم، إزيكم؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده إن شاء الله هنعمل مع بعض أكلة جميلة جدًا، هنعمل لحمة محمرة وبرغل. البرغل اللي بالشعرية ده حاجة في منتهى الجمال، ناس كتيرة بتبقى مش عارفة تستخدم البرغل الخشن إزاي وتستخدمه في إيه. النهارده أنا جاية أقول لِك على طريقة في منتهى الجمال، والطريقة دي أنا اتعلمتها في الغربة الحقيقة من واحدة صاحبتي. بس تحفة جدًا، هتعجبكم أوي، والبرغل anyway يعني صحّي كمان أكتر من الرز. يالّا بينا نشوف هنعمل إيه. أول حاجة إحنا هنعمله مع لحمة محمرة، معانا هنا برغل خِشن ولازم الخِشن، وده البرغل الأبيض العادي وفيه البرغل الأسمر، أنا وريتِك الكيسين. ومعانا هنا للحمة شوية مستكة، ومعانا بصلاية مفرومة للبرغل وطماطماية مبشورة. يالّا بينا نحمّر اللحمة. أول حاجة هنجيب قطعة زبدة ومعلقة كبيرة كده أو معلقتين من السمن البلدي علشان نحمّر اللحمة. هنعملها بطريقة حلوة جدًا، جدًا، وطريقة بصراحة هتعجبكم أوي. معانا فصين مستكة هننزل بيهم كده في الزبدة، دي كانت طريقة ماما الله يا رب يمسّيها بالخير ويجمعني بيها كده على خير. تمام؟ أهو، بُصّي أنا كمّلت أهو زبدة، دي أحلى حاجة ليها إنِّك أنتِ تحمّريها في زبدة كتير وسمن، تمام؟ هنبدأ بقى لمّا سخنت أوي، أوي كده، هنبدأ ننزل بقطع اللحمة وأنا هنا مستخدمة لحمة موزة، هنقعد بقى نشوّحها بالشكل ده في الزبدة والمستكة، وبعدين بالشكل ده، إحنا عايزين لونها يبيض شوية، نغطّي عليها لغاية لمّا لونها يبيض شوية، تمام؟ أهو، شوفي بس عايزة أقول لِك ريحتها بقى مش قادرة أقول لِك الجمال والطراوة أحلى من أمّا تسلقيها والكلام ده، معانا هنا بقى حبّهان وفلفل أسمر وبصل بودر رشّة خفيفة كده، ومعانا ورقتين من اللورا، ومعانا معلقة من مرقة الدجاج، وهو ده كل اللي إحنا هنحتاجه، وأنا مش باحط للحمة دي ملح على فكرة، معلقة مرقة الدجاج بتدّيها طعم تحفة ومش بتخلّيها محتاجة ملح أبدًا. وبعدين اللحمة دي أجمل مليون مرّة من اللي حضرتِك بتسلقيها وبعدين تحمّريها، لأ خالص دي تحفة. هننزل عليها بقى بكوبايتين من المَيّة كده بعد ما كُلّها كده افتحِت كده ولونها وشمّعت كده، هننزل عليها بكوبايتين من المَيّة ونبدأ نغطّي عليها. أنا عملتها في الحلة البريستو حضرتِك أو حلة الضغط، حضرتِك ممكن تعمليها في الحلة العادية عادي جدًا، يعني والدتي كانت بتعملها كده وبتطلع في منتهى الجمال. تمام، وهنفضل بقى بُصّي كل شوية كده نشوفها، نشيّك عليها كده ونرجع تاني إيه، لو محتاجة مَيّة نضيف لها مَيّة، تمام، بُصّي لغاية لمّا تبقى طرية معانا خالص. لو حضرتِك بتعمليها في الحلة البريستو لازم تيجي بعد كده لمّا تلاقيها بدأت تشرب بُصّي هي كده خلاص بقت تمام، لمّا تشرب المَيّة وتستوي شيلي من عليها الغطا وسيبيها بقى شوية، هتدّي بعد كده لون محمّر وتحفة. يالّا بينا نعمل البرغل، معانا شوية من الزيت وشوية من معلقة كده من السمن البلدي أو أي سمن اللي موجود، وممكن حضرتِك تعمليها برضه بزيت وزبدة. هننزل بالبصلاية وهنشوّحها، إحنا عايزين لونها يبدأ يخش كده في إنها تصفر شوية، لمّا هنلاقي لون البصلاية كده يعني خَد لون كده يعني زي لون الoff white كده، هنبدأ ننزل عليه بفص توم، وبعدين ننزل عليه بقى بالشعرية، تمام، بالشكل ده وهنقعد نشوّحهم مع بعض، حطينا رشة ملح علشان نوحّد لون الشعرية. زي ما قُلت لحضرتِك خُدي بالِك إنِّك أنتِ ما تخلّيش البصلة تغمق منِّك، لإن هي لسه هتاخد مرحلة التحمير مع الشعرية، بالشكل ده كده أهو، ولمّا هنلاقيها احمرِّت خالص كده وبقت جميلة، هنبدأ إن إحنا بُصّي شوفي اللون أهو، شوّحيها حلو جدًا، كده تمام. هننزل عليها بقى بالبرغل، حُطّي البرغل على قد الكمية اللي حضرتِك عاوزاها، أنا تقريبًا حطّيت يعني تقريبًا كوبايتين ونُص، أنا حطّيت تقريبًا كوبايتين وهارجع أزوّد عليها نُص كمان، بُصّي أهو، تمام؟ أنا عايزة أقول لِك يعني أنا عندي بنتي بِكِي جدًا، مش بتحب يعني أي حاجة تاكلها، بس هي بتحبه جدًا، جميل أوي وخفيف ويعني لو جرّبتيه لأولادِك هيحبوه جدًا. أنا شُفت فيديو لحد قبل كده في مصر، بُصّي بقى انزلي عليها كده بسِنّة طماطم بعد أمّا شوّحتِ كده تشويحة خفيفة، أهو بعد أمّا سِخن البرغل مع الشعرية
وانزلي عليها بالطماطم وخلّيها تاخد تشويحة قبل ما ننزل بالتوابل. أكلة خفيفة أوي يا جماعة ولذيذة، بتبقى حلوة مع فراخ ومع لحمة مع كفتة. هنا نزلنا بشوية من الفلفل الأسمر ورشة من الحبهان بالشكل ده، وبعدين رشة من البصل البودر، وهننزل بورقتين من اللورة. هي الحقيقة ورقة كبيرة وأنا قسمتها. وبعدين هننزل برشة من السبع بهارات، وبعدين هننزل بقى برشة من القرفة، رشة خفيفة خالص، بس كده. يا جماعة حلو بشكل وجميل بشكل، ولو حضرتِك عاملة كمان دايت من الحاجات المناسبة أوي للدايت. طيب بالنسبة هنا تحطّي مَيّة قد إيه عليه؟ هو بياخد سِوَى. فلو حضرتِك بتحطّي مثلًا للرز البسمتي كوباية ونُص من المَيّة، لأ ده ممكن ياخد كوبايتين إلا ربع وممكن كوبايتين كمان لكل كوباية، تمام؟ نزلت بقى هنا بمعلقة من المرقة مع المَيّة كده وهنقلِّب كويس وانزلي بالملح بقى ودوقي الحُدق بتاعه، شوفيه عامل إيه، بس إن شاء الله هتتبسطي جدًا من الأكلة دي، طعم وريحة وحاجة كده في منتهى الجمال، خصوصًا مع اللحمة المحمّرة بصراحة. تمام، هنا بقى دي حاجة كده اختياري لو حضرتِك تحبي رشة من الشطة المجروشة، وبتنزلي بيها كده بالشكل ده. فأنا شُفت في مصر في فيديو ناس بتسأل يعني البرغل الخشن ده بيستعملوه في إيه؟ حضرتِك بتعمليه كده بتشوّحي يعني بتفلفليه كده زي الرز، بيطلع تحفة جدًا، جدًا، طعمه في منتهى الجمال، وأحلى كمان من الفريك على فكرة. تمام، بُصّي، بس المهم لازم يكون البرغل الكبير ده، بيتباع دلوقتي عند العطارين أو في المحلات لو هتلاقيه كمان لو في السوريين في مصر هتلاقي محلات السوريين بيبيعوها. أنا الحقيقة الطريقة دي الوصفة دي كانت وصفة صديقتي العراقية، كانت روعة جدًا واتعلمتها الحقيقة يمكن من 17 سنة. بُصّي، شوفي الجمال، إيه رأيِك بقى؟ تحفة. وغرفنا اللحمة، بُصّي لون اللحمة لمّا بتقعّديها بقى شوية في الزبدة بعد ما بتشرب السوائل اللي فيها، شوفي الجمال وشوفي اللون، حاجة كده في منتهى الجمال وأكلة سريعة جدًا، مش هتاخد منِّك وقت أبدًا. بُصّي، روعة واللحمة شكلها جميل وبيلمع وطرية جدًا، هاورّي لحضرتِك دلوقتي إزاي اللحمة طرية أحلى بكتير من اللي بتسلقيها وبعدين تحمّريها، لأ دي مختلفة، وطعم وريحة وممكن تخلّي فيها شوية صوص ولمّا وتاكليه بالعيش كده هيعجبِك أوي. بُصّي شوفي بقى الطريان، أنا حبيت أورّيكِ بتبقى عاملة إزاي. بُصّي روعة في منتهى الجمال. لو عجبِك الفيديو من فضلِك ما تنسينيش لايك وشير واشتراك في القناة، وإن شاء الله، إن شاء الله يعني انتظروا كده فيديوهات تاني حلوة منّي جديدة، وأنا باشتغل والله على حاجات حلوة جدًا هتعجبكم. بُصّي، شوفي، شايفة الشكل؟ بُصّي حلوة أوي إزاي؟ يالّا إن شاء الله كده تجرّبيها وتجرّبي الوصفة الحلوة دي، وترجعي لي في التعليقات وتقولي لي رأيِك إيه، وأشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، مع السلامة.